الاسهم والسند، ايه الفرق ما بينهم؟ ناس كتير بتتلخبط في الفرق بين الاسهم والسندات. ببساطة جدا، انا لما بروح اشتري سهم شركة اذا انا بكون مالك للشركة دي. هنفترض ان الشركة دي قيمتها 100,000 دولار وانا اشتريت اسهم فيها ب10,000 دولار، اللي هو اشتريت 10% من اسهم الشركة دي. اذا انا في الوقت الحالي بملك 10% من اسهم الشركة دي، وببتدي استنى الصعود للسهم عشان اقدر استفيد او اقدر ابيع السهم بسعر اعلى من اللي اشتريت بيه واستفيد من التحرك اللي حصل ده. فانا بكون محلل السهم، متوقع حركته هتكون عامله ازاي، منتظر ان يحصل حركه ابيع استفيد من الفرق اللي حصل. وهنا زي ما قلنا انا طول ما انا بملك كميه من الاسهم انا بملك جزء من الشركه ما يساوي كميه الاسهم اللي انا بملكها. اما السند انت بتروح تشتريه بفايده معينه، انت هنا مش بتملك اي جزء من قيمه الشركه، انت بتملك سند هتاخده في نهايه مدته مع الفائده بتاع السند ده. طيب هتقول لي طب ما كده السند اكثر امانا من السهم، لان السند انا ضامن ان انا اخد منه فايده. هقول لك ما هي الفايده بتكون قليله جدا لكن برضو المخاطره بتكون قليله جدا، لكن الاسهم مخاطرتها اعلى لكن ممكن تستفيد منه باكتر بكتير. فده ببساطه جدا الفرق بين السهم والسند.